ايه يا اخويا صح النوم نام ده كله؟ كنت تعبان والله العظيم يا نوره، تعبان وظهري وجعني قوي. انت لابسه ليه كده وجايه منين ولا رايحه فين؟ ده كنت اجيب شويه طلبات كده من تحت ولسه طالعه. طيب يابا، امي تحت؟ تحت. بصيت عليها يعني؟ بصيت طيب عليها يابا وانا الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت بكلم سهام اختي. هي عامله ايه؟ هي حلوه والله، اكدب عليك لو قلت لك حلوه. البيت دي انا عارفها، اختي تعبانه فيها حاجه، صوتها مش طبيعي، انا عارفها حاسس بيها، بعرفها لما بتكون فرحانه وبعرفها لما بتكون زعلانه. البيت دي الدنيا جايه عليها، مقصره معاها جو، شكلها تعبانه او حد من عيالها تعبان، وانت عارفه جوزها اللي جاي على قد اللي رايح، الله يعينه ويقويه. بس اختي انا مش مرتاح، حاسس ان هي فيها حاجه. حاسس فيها حاجه؟ يعني هي حكت لك حاجه يا حماده؟ لا ما حكت، هي لازم، انت عارفه هي مش بتشيلنا همها، هي على طول الحمد لله يا اخويا ومبسوطه، على طول الحمد لله ومبسوطه. بس اختي مش مبسوطه، اختي انا حاسس ان هي فيها حاجه. المهم بقول لك بالله عليك، نعم. عشان اللي تعبان ومش قادر، وكلها ساعه وهقوم البس وامشي على الشغل، هتكل على الله. معلش وانت لابسه كده بالمره، هتاخدي دول تديهم لعمتك وتيجي. هي طلبت منك فلوس يا حماده؟ يا ست من غير ما تطلب، هي لازم تطلب، هي ما بتطلبش نفسها عزيزه، ما انت عارف. اختي تعبانه، هعمل ايه يعني؟ معلش اختي مش طبيعيه، انا مش مرتاح. يعني عشان كلماتك وهي زعلانه شويه ولا صوتها في حاجه يبقى تاخدي فلوس؟ يا ستي ما تطوعيني، هنخسر الحمد لله خير ربك كتير، والمليان بكب على الفاضي. وبعدين ده اختي يا بنتي، هي حد غريب؟ معلش يابا تمشي كده، انت لسه بهدومك. انا مش قادره انزل يا حماده. معلش الله الله لا يسيئك، معلش عشان خاطري وصلي كده ادوم لها وقولي لها ان شاء الله باذن الله حماده يوم اجازته هيجي يقعد معاك شويه. الله يبارك لك. معلش يا دي وجع القلب يا حماده. معلش بقى خليها عليك، الله يبارك لك ويسترها معاك يا رب. بدي فيها حاجه، انا مش مرتاح. سهام اختي لما بكون فيها حاجه انا بحس، اقوم بقى ايه، انزل اقعد مع الحاجه نص ساعه وبعدين ابقى اطلع البس هدومي واتكل على الله اروح شغلي. انت مش عايز تاكل ليه يا ابني؟ عمال اتحايل عليك اجيب لك لقمه تتغدى. يعني هاكل غصب عني يا اما هاكل استخسار؟ ما فيش والله يا اما، ماليش نفس. اقول لك انا كده كده هروح الشغل ان شاء الله باذن الله، وهبقى اكل مع اصحابي هناك، هتغدى معاهم هناك. امال مراتك راحت فين؟ نوره والله تعبها معايا نوره دي يا اما والله. بعتتها مشوار كده ان شاء الله باذن الله، مش هتتاخر ربع ساعه بالظبط ولا ثلث ساعه، وهتلاقيها جايه ان شاء الله باذن الله. خير يعني؟ يا شيخ خير، كل خير والله، ادعي لها بس تيجي بالسلامه يا ام. على الله ربنا يجيبها بالسلامه. الله يبارك. طب بقول لك ايه، انا هقوم بقى اما ايه، هاخد دش وهغير هدومي وهتكل على الله هروح شغلي، ويمكن ايه نوره تيجي قبل ما امشي. ماشي يا حبيبي. خلاص يا ام، عايزه حاجه؟ ربنا يستر طريقك يا ابني، يا رب يفاديك يا ابني، يكفيك شر اللي يأذيك يا رب. اللهم امين يا ام. الله يسمع منك. ايوه كده والنبي يا حاج، رد روحي بدعوتين حلوين كده يساعدونا على الدنيا. الله يبارك لك يا ام، الله يبارك لك. بقول لك ايه، نوره مراتي طالعه السلم، انا هستخبى ورا الستاره بالله عليكي، وهسيب لك الباب مفتوح اندهى عليها، اعمل لها مفاجاه. ماشي يا اخويا الصخاب، ماشي. تعالي يا نوره يا مرات ابني، تعالي انا عايزاك. نعم يا حماتي. خير في ايه؟ انت سايبه الباب مفتوح ليه كده؟ تعالي يا بنتي. ايه يا ماما خير في ايه؟ انت كنت فين؟ كنت في مشوار والله كده يا حماتي. اصل جوزك كان هنا وبيقول راحت مشوار وجايه، في ايه؟ ده انا كنت عند سهام بنتك. مال؟ ما فيهاش حاجه تطمني، ده هي كويسه وعيالها كويسين والله وما فيهاش اي حاجه. طب لما كلهم حلوين انت رايحه لايه؟ ما فيش والله يا ماما، هي كويسه ما فيهاش حاجه والله، بس كنت رايحه كده اديها اللي فيه النصيب. انت مش غريبه. ايه حماده؟ نصيبي؟ انت هنا؟ نصيبي؟ هي بتشحت منك؟ هي اختي بتشحت منك؟ اسكت انت يا ام. هي اختي بتشحت منك يعني ايه تديها اللي فيه النصيب؟ بقى انا كبرتك وقلت لك تعبان مش قادر، ما كنت قادر اديها من غير انت ما تعرفي. قلت لك خدي ودي لاختي، تروحي تودي لها فم، تقول لك كنت فين، تقول لي كنت بدل بنتك اللي فيه النصيب. بنتها دي قاعده قدام الجامع ولا ايه؟ بنتها دي فرشه على التلاتوار قاعده تحت الكوبري، دي اختي ياما. يعني ايه تديها اللي فيه النصيب؟ هو انت جايبه من بيت ابوكي؟ كلمه بديها اللي فيه النصيب لما تكوني جايبه من عند بيت ابوكي، لما تكون امك اللي مدياكي، لما تكون انت بتديها من جيبك. لكن اختي لها حاجه عليا، تاخد عينيا، تاخد عمري كله، تاخد روحي. انا مش هيكون معايا ولاجي وبصرف واختي مش لاقيه تاكل، وممنوع ان انا اديها، عشان لو اديتها مراتي هتقول ده انا كنت بديها لله. اصلا انا كنت بديها اللي فيه النصيب. انت مش بتدي اللي فيه النصيب، ده غصب عن امك، انت مش جايبه من بيت امك، ده مش ورثك.
ده مش ورثك، ده من مال اخوها، ربنا يخلي اخوها ويدي. اوعي تشوفي في يوم من الايام جوزك بيدي اخته حاجه فتقولي بيديها اللي فيه النصيب. بيديها اللي فيه النصيب دي تتجلى لو واحده شحاته، لو واحده قاعده على التلتوار، لو واحده بتشحت بتقول لله. لكن جوزك راجل وعارف ان اخته ملزمه منه طالما هو معاه، وماشي بمبدا المليان يكب على الفاضي. لما تكوني جايبه حاجه من بيت امك ساعتها بقولي بديها اللي فيه النصيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.